الزيارة بتأتي في نفس الوقت اللي بيتوجه فيه وفد شعبي من السياسيين والمثقفين المصريين إلى دولة الإمارات، شكرا للإمارات على الموقف اللي عملوا الأشقاء الإماراتيين مع مصر بعد ثورة 30 يونيو. على رأس هذا الوفد المتوجه إلى الإمارات الأستاذ حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، ودكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والمخرج السينمائي خالد يوسف، والأستاذة مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، وعدد آخر من السياسيين والمثقفين اللي رايحين علشان يشكروا الشعب الإماراتي وقيادات الشعب الإماراتي على دورهم لمساندة مصر في الوقت اللي فات. حضراتكم طبعا كنتم قد تابعتم الزيارة اللي قام بيها رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي الأسبوع اللي فات، واللي توجت هذه الزيارة بتوقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية. والإمارات أعلنت في هذه الزيارة عن منحة تقدم إلى مصر، هذه المنحة تقدر ب4.9 مليار دولار.